تدخلت وحدة القطاع بوزجار للحماية المدنية بولاية عين تيموشنت مدعمة بالوحدة الرئيسية وفرقة الغطاسين صبيحة اليوم بعد تلقي نداء من مصالح الدرك الوطني بوزجار عن عملية هجرة غير شرعية عبر البحر. وتم التدخل بالمنطقة المسماة فراش الغربي التابع إقليميا لبلدية المساعي دائرة العامرية، أين تم العثور على شخصين من جنس ذكر متوفيين بين صخور الشاطئ، هما مجهولي الهوية وشخص ثالث مصاب بصدمة. الضحية المصاب يبلغ من العمر 37 سنة من بلدية عين الأربعاء في ولاية عين تيموشنت.